هذا هو يا جماعة الضرب اللي بيقولوا عنه مضرب اصحاب. ما شاء الله تبارك الله. اخذوها هيك يا سلام. من دوما بريف الشام شارع الجلاء بدي اخذكم عند اطيب محل بيعمل لحم الجمل في كل دوما. نحن هون مطعم ملحم غبر الشاليط، تقريبا تأسس هذا المحل من 1973 ونحن اصحابين بهالمهنة هي من 100 سنة تقريبا، ونحن من 2018 تقريبا اشتغلنا على شغلة شحاط عصاج واخذت نتيجة كثير كبيرة وصارت ترند على مستوى التواصل الاجتماعي. وهلا يا جماعة الجزء الأهم هو اللحمة أو الشرحات المستخدمة للصاجية اللي هي بتكون قلت لي اسمها الحمالة. حمالة الجمل اللي هي بتكون بالضبط وين؟ ظهر الجمل تحت الصنم. هي بتكون مرتاحة كثير ومدللة. اسمها حمالة لأنه بتحمل الصنم. طبعا يا جماعة هيك المطعم الطاولات بتكون عبارة عن صاجيات بتاكلوا سخن أول بأول. هذه اللوحة الفنية يا جماعة حينتج عنا أطيب أكلة عرفتها محافظة ريف دمشق. وهلا أهم مرحلة اللي هي لحم القاعود بالحمالة. يا ريت يا جماعة أنا بقدر أنقل الريحة اللي شاممها مثل ما عم بنقل الصورة. والله هذه حرفيا هي الأكلة اللي بيقولوا عنها اللي بتنهدى الملوك. انتوا الملوك. لك تسلم لي، ربي يجبر بخاطرك. هلا صار فينا ناكل، استويت؟ يا رب بسم الله. أنا عادة بحكي عن الأكلة قديشها طيبة، بس يمكن وشي عم بيشرح قديشها طيبة، قديشها لحمة طرية، قديشها بتنطلب، قديشها لازم تجوا مشانها مشان تجربوها، تاخذوها هيك مع السلام، سخنة نار، طيبة، ما أنا بتخيل مستحيل تشبعوا منها بهذا الشكل، بهذه الطريقة، بهذه السقسقة. إلا بسم الله. من أسباب إنه تجوا على ريف الشام ما بس لأنها محافظة حلوة، محافظة مهمة، والشام هي أقدم عاصمة بالتاريخ، إنها بيعملوا بدوما أطيب أكلة عرفها التاريخ. أنا كل قناعة إني لكم تجوا على دوما لتجربوا هذه الأكلة اللي مستحيل تندموا، مستحيل ما تعجبكم، وأنا متأكد من هذا الأمر. ومن دوما لا تنسوا المتابعة والتفاعل مع الفيديو. بأمان الله.